اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. معكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله النهارده هنعمل كعك، بس هنعمله ساده. انا عملت لكم افكار كتير قبل كده، يلا نعمله ساده كده يبقى سهل ولذيذ كده مع كوبايه شاي. ايه العظمه دي؟ معايا دلوقتي 3 كوبايات ونص من الدقيق، نص كيلو يعني دقيق بمثابه 3 كوبايات ونص تقريبا. خلاص، ورشه ملح اهي، وعندي معلقتين من النشا، ومعلقه ونص من اللبن البودر، وعندي معلقة ونص من السمسم، وعندي هنا معلقة كبيرة من السكر ومعلقة خميرة، وعندي نص كوباية مية للعجن، وعندي هنا حوالي كوباية وربع سمنة، بس تبقى مجمدة خلاص، تبقى خارجة من التلاجة يعني. تمام، وعندي معلقة من ريحة الكعك. طب يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة أنا هنزل بالسمنة بتاعتي هنا، وهبدأ إن أنا أضربها ضرب كتير. أنا النهاردة هستخدم المضرب العادي. تمام، استخدم مضرب سلك عادي جدا. تمام كده، هبدأ ان انا اعمل بيه. ولو حابه تضرب في العجين بالمضرب براحتك خالص. ضربنا السمنه يا جماعه لحد ما لونها افتح اهو. تمام، وهنا حطيت الخميره مع معلقه السكر مع نص كوبايه الميه الدافيه. فكان الميه الدافيه حطيت نص كوبايه ميه دافيه مع خميره مع معلقه سكر، واسيبهم يتفاعلوا. هنا بقى تعالوا نحط المكونات الجافه كلها مع بعض. هحط اللبن البودر بيدي طعم حلو قوي، وهنزل بالسمسم، معلقه ونص سمسم بيبقى لذيذ برضو في العجينه نفسها. وهبدا ان انا احط معلقتين النشا. تمام، كل ده هقلبه مع بعض. وهبدا احط كمان معلقه صغيره من ريحه الكعك، واقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد ما حطيت المكونات الجافه كلها مع بعض هبدا ان انا احط شويه بشويه على السمنه. الدقيق كله هنزله على السمنه. تمام، وهبدا ان انا امزجه مع بعض، يعني زي ما بنقول كده بنبس الدقيق بالسمنه لحد ما كله يتشرب عندي من المكونات اللي عندي كلها. الكعك بقى يا جماعه والغريبه والبتفور والكلام ده بيبقوا حساسين، بمعنى ان انتي بصي بتلفي العجين بس، بتلفيه. تمام، يعني مش بتقعدي تعجني فيه، لا، بالراحه كده من تحت لفوق تمزجين كلهم مع بعض. تمام، انا مزجته بقى اهو، بصوا بقى عامل زي الرمله المبلوله. هبدا بقى دلوقتي انزل بمعلقه الخميره بتاعتي مع السكر مع الميه الدافيه، وامزج الكلام ده كله، ومش هزود ميه اكتر من كده. بصوا يا جماعه العجينه ملمسها عامل ازاي، زي الفل، حلوه جدا. بصوا شايفين زي الفل بقى، ولا تقولي لي اي حاجه تانية. حابه ان انتي تحشيها مفيش مشكله، هتبداي تكوريها وتحطي الحشو جواها. مش حابه زي كده، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نشكل العجينه، بمعنى ان احنا نكورها كور صغيره كده زي ما هنشوف مع بعض اهي. وحاولي تخليهم كلهم مقاس واحد، ما بندهنش الصينيه. تمام، اهي كوره اهي، ما بندهنش الصينيه يا جماعه اللي بنحط فيها الكعك اهو. يا جماعه عملت كور، حاولي تخليها قد بعض. بصي كده كيوت صغنطوطه عسوله. هبدا بقى بالبصامه اضغط عليه كده، ولما تيجي تشكليه تكوريه كده، حاولي تخلي يبقى ليها قبه كده من فوق، يعني التدويره نفسها بيبقى ليها ارتفاع كده، عشان لما تضغطي عليه بالبصامه بالمنظر ده. هدخله بقى الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 170 خلاص، ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو يا جماعه كعكنا شغال زي الفل ما شاء الله، حلو جدا، ولا نفش ولا فرش ولا الكلام ده. عملت صينيه كمان اهو، ده ما شاء الله بالنص كيلو عمل لي صينيتين، حلوه جدا. تعالوا نشوف بعد التسويه. وادي الكعك بتاعنا بعد ما استوى، ولا شقه ولا نفش ولا اي حاجه، ما شاء الله زي الفل. هبدا بقى ان انا اغرفه واروح. حبيت قبل ما اغرفه بس اوريكم التسويه. بصوا ما شاء الله، بس هو مولع بصراحه، محترم جدا، حلو جدا. نبدا بقى نغرف. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ وبصراحه بص كيوت كده وصغنطوط وعسول وطعمه حلو. انا بس حابه اقول لكم على ملحوظه مهمه جدا. انا يا جماعه زي اي معجنات، انا بطلع الكعك وفوطه بتاعت مطبخ، يعني ببلها كده نص بله، واقوم مغطيه على طول الكعك قبل ما اول ما يطلع، علشان كده بيفضل معايا طري وزي الفل. خلاص، وادي عندي اهو، ادي اللي طلع معانا. ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك او شير سبسكرايب. معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود.